هذا سؤال طبيعي جدا ان الانسان يطرح على نفسه هذا السؤال. غادي نمشي نشري واحد المنتوج اللي هو التامين، شكون اللي كيحدد هذا الثمن وكي تيدير يحددو؟ هو قيس التامين ديال السياره بحال جميع اقساط التامين، كيحددوا المؤمن على حسب الخطر وقيمه التامين. بالنسبه لقيس التامين على السياره يمكن لنا نفرقوا من بين قسط التامين المتعلق بتامين المسؤوليه المدنيه واللي هو التامين الاجباري والاساسي، او القسط المتعلق بكل ضمانات تكميليه واللي كيبقى اختياري بالنسبه للمؤمن له، وإلا بغى يكتسب هاد الضمانات التكميليه يكتسبها، وإلا ما بغاش ما يكتسبهاش. لازم نعرفوا بان تحديد السعر تيرتكز على تصريحات ديال المستهلك، هذاك اللي غيشري التامين، داكشي اللي كتجي تقولوا انت لاسورانس كتاخذوا من عندك هكاك، كتقول لك عندك واحد القيمه 30 مليون، غنقول لك ها شحال على 30 مليون خصك تخلص. وداك الشيء علاش من المهم ان تصرحوا بمعلومات صحيحه واللي المؤمن تاخذها بعين الاعتبار في تحديد القسط. كل تصريح خاطئ من طرفكم حتى لو كان غير معتمد قد يكون سببا في فقدان جزء من حقوقكم او جميع الحقوق ديالكم. نعم، فيما يخص تأمين المسؤولية المدنية على السيارة، شنو هو السعر اللي غادي نخلصوا دكتور للحصول على هذا الضمان؟ السعر الخاص بهذا الضمان هو السعر اللي كيحددو المؤمن بكل حريه واللي خاضع لقانون المنافسه، وهذا السعر كيتم تحديده على حسب خصائص السياره ولا العربه ديالك بشكل عام وكذلك الاستعمالات ديالها. وفي نفس السياق لازم نشير باللي المؤمن ملزم باش يعطي للمؤمن له واحد التخفيضات ديال 10% على السعر في حاله اذا كان مؤمن لمده 2 دون انقطاع ودون ما يتسبب في اي حادثه، وهذا الشيء سواء بقيت عند نفس المؤمن او غيرته. هذا هو اللي كنسميوه البونوس، كيتسمى البونوس 10% على كل 2 لما ارتكبتش فيها حادثه وبقيت عند نفس المؤمن. اما اذا تسبب في اي حادثه خلال السنه الفارطه فقسط تامين المسؤوليه المدنيه كيرتفع بواحد النسبه اللي كتختلف حسب نوع الحادثه، يعني كانت حادثه ماديه او جسمانيه، وكذلك حسب عدد الحوادث، وهذا اللي كنسميوه المالوس. وهذا المالوس يمكن له يكون 20% بالنسبه للاضرار الماديه و30% اللي كتزاد عليك بالنسبه الى كنتي متسبب في اضرار جسمانيه.